مش مبالغه انه اللي خاصو يتحكم 5 سنين كيتحكم ب10 واللي خاصو يتحكم ب10 كيتحكم ب20. انا 32 سنه من المحاماه كان ذلك يثير حفيظتي. لكن انت وزير عدل الان. ولو كنت وزير عدل ساقول الحقيقه. محامي ستقول ما تشاء، ولكن وزير عدل عندك منصب ساقول بما هو انا مقتنع به. سأقول بما هو مقتنع به، وأعتقد أنك تعرفني أقول دائما بما هو مقتنع به. وإذا كان هناك أناس يعتبرون أن هناك شيء مقدس لا يمكن نقده أو تقييمه، ذاك موضوع يهمهم. سي حاتم، القضاة اليوم يصدرون بلاغ عبر نادي القضاة كما يقول السيد الوزير بأنه المحاور المباشر ربما المثل على السلطة القضائية وليس هذا النادي، ولكن هو مؤمن بتصريحاته، يعني أن هناك ويحيلها إلى القانون الجنائي كما تفضل الذي يتوفر. باقي محامي ماشي بحالي. لا، ولكن محامي ستكون افتخر ماشي باقي محامي سيكون له الحرية. انت ان شاء الله غادي ترجح محامي السيد الوزير طبعا هذا شرف. غير موقع الان يختلفوا عن موقع كذا هو اللي كنقصدنا. تنتمنى فيه التوفيق، ولكن بالنسبه لباقي محامي بالعكس انا مهنه كنتسب لها حتى الله يقول موقفك من الاحكام. غادي نقول لا، غادي نقول كذلك موقفي منك السيد الوزير. موقفي مني بطبيعه الحال في التصريح ديالك انا نقول لك السيد الوزير صرحتوا في البرلمان في لجنه التشريع والعدل جوج ديال التصريحات. هذا التصريح هذا اللي هو خرج فيه بلاغ ديال وانا معك في حريه التعبير كانسان حامل لقناعه، ولكن كذلك اذكركم السيد الوزير بواجب التحفظ، لان انتم في واحد الوزاره ماشي هي انتم هم المشرع الاول في الحكومه، وزاره العدل. وهذه ملاحظه انا عندي عليكم السيد الوزير، وتقبلوها مني كزميل في المهنه سابق ولاحق ان شاء الله، وكذلك كانسان متتبع للشان السياسي. تصريحاتكم السيد الوزير وطريقتكم في التعاطي مع الامور تتخلق جدل كبير وما كتعاونكمش في انجاز ما تصبون اليه. راه الجرأه والشجاعه في الفعل، ولكن التصريحات ديالكم السيد الوزير غير ما مره خلقت مشاكل متعدده ومع فئات كبرى، هيئه الدفاع كلها ماشي غير المؤسسات ديالها، حتى المحاميه والمحامين في الامتحان الاول اللي تسمى امتحان المحاباه، في الامتحان الوسيط، في كل حاجه كتحطوا فيها يدكم كيسبقكم اللسان فيها. غير سمحوا لي نكمل السيد الوزير. لست متهما امامك ابدا ولكن انا تحكمني. انا اناقش السيد وزير العدل في سلوكه كوزير العدل، مكلف بقطاع ينبغي ان يضمن سبل نجاح المخطط اللي هو ماشي فيه. ونكمل السيد الوزير الا سمحتي لي، لان انا بالنسبه لي النقطه ديال العقوبات البديله، هذه النقطه ديال العقوبات البديله انا في تقديري اكثر تقدم من وزير العدل فيه. انا بالنسبه لي من اهم مداخل المرونه القضائيه اللي ممكن نمشيو في اتجاهها اليوم في المغرب، وغادي تنقص علينا واحد اعباء كثيره، منها هذا الزمن القضائي، منها المصاريف، منها هذه مهمه جدا. ولكن قلتها معكم في ميديا انتيفي ان المساله ديال الاكتظاظ في السجون خصها تكون نتيجه ماشي هدف ديال هذا القانون، لكن هذا القانون هذا ينبغي ان يحاط بالضمانات التي تكفل تطبيقه والتطبيق السليم. السيد وزير العدل تيقول اللي يشري الحبس ويمشي في حاله. انا بالنسبه لي الفكره رائعه راقيه نبيله، ولكن الطريقه باش كيقولها مقبوله عند الناس. لان عندك شخص وبالمثال يتضح المقال، شخص مثلا مزوج وعنده ملف ديال ايمان الاسره مطالب بالنفقه ووضعيته الحقيقيه انه ما قدرش يخلص فيعاقب لانه فقير. وبالنسبه للعقوبات البديله في الشق ديال الغرامه، الا ما عندوش الفلوس راه غادي يدخل الحبس. وبالنسبه للعقوبات البديله اللي هي وارده في هذا القانون هذا، الزام الشخص بمثلا الخضوع لعلاج، الزام الشخص انه يتودع في عدد المؤسسات اللي هي ما كايناش اليوم، وهذا الشيء راه ماشي جديد. المنفعه العامه الى وعندنا ظاهر 74 في الماده 8 تقول على مدمني المخدرات ينبغي ان يخضعوا للعلاج، وما عمر داروا هذه المؤسسات والناس كانت كتمشي للحبس. فالقانون والجوده ديالو راهين بسبل التطبيق ديالو، والحكومه تكفل وتعطي القضاة والمهنيين العداله الهامش فين يتعاملوا مع هذه المقتضيات الجديده بالشكل الذي يتوافق وروح العداله ومقاصد العداله، ماشي ملي يطبقها القاضي ولا ملي يسلك هذا الدفاع نجي نقولوا علاش درتي هذه ما درتيش هذه. استقلال مسؤول السلطه القضائيه والضمانات الكفيله بتطبيق هذا القانون تطبيق سليم اللي هو قانون مهم جدا. جميل. ليس القضاة فقط من يؤاخذونك او في علاقه متوتره معك بصفتك وزير العدل، ولكن ايضا المحامين. أنا أقول ماذا يحدث مع المحامين؟ مشكلتي ويتهمونك بعدم التواصل، وان هناك نقاش مطروح اليوم حول قانون المهنه، حول امور كثيره، تضريب الضرائب الخاصه بالممارسين. مشكلتي ان اقول الحقيقه واقول ما افكر فيه. انما قلت بان المحامون يؤدون الضرائب ثبت من خلال احصائيات. قال السيد قجع الوزير المكلف بالميزانيه قال مسجل في اداره قال يعني اقل من 10,000 درهم 80% من المؤدين للضرائب. ولكن الحوار السي وهبي يفتح فتحنا الحوار، يفتح كل شيء. فتحنا الحوار وجلسنا فيه. الدستور يستدعي مقاربه تشاركيه حتى على مستوى صياغه القوانين وغير ذلك. المحامين طرف معني. اسد الله يهديك، كم جلسنا مع جمعيه المحامين؟ شكون الناقب اللي جا عندهم استقبلته؟ في اخر المطاف كتعطيهم غير وثيقه وكتلقاها في الشارع كدور من جمعيه المحامين ورؤساء الجمعيه، عطيناهم وثيقه لقيناها في الشارع كدور، طلبنا غير رايهم، مازال كاع ما اعتمدناها، طلبنا غير رايهم. جلسنا معهم جلسات متعدده، كل مره يجيبوا لنا ملاحظات. كاين واحد القضيه سيعرفوها الساده المحامون، انني انا وزير ومشرع كنساهم في عمليه التشريعيه من خلال مشاريع القوانين
لست ساعي البريد جلست مع جماعه المحامين يعطوني القانون نجيبه للبرلمان، هذا ماشي دوري. دوري انني ناخذ من عندهم اللي يبغاو وناخذ من عند جهات اخرى، لان المحاماه ما فيهاش غير المحامين، المحاماه فيها المحامون، فيها القضاة، فيها الدوله، فيها المؤسسات، فيها الضابطه القضائيه، فيها مجموعه الاشياء، هذا كله في قانون مهنه المحاماه. قانون المحاماه هي كتنظم الدور ديال المحامي في ظل هؤلاء جميعا ومع هؤلاء جميعا. شنو مطلوب مني الان؟ جلست مع المحامين اكثر من 8 مرات، وجلست مع السيد الرئيس ديال جمعيه المحامين اكثر من مره. شنو المشكل؟ اين نقاط الخلاف؟ اكثر من هذا جلسوا معايا وداروا بيان ضدي، خرجوا داروا بيان ضدي، جلسوا مع السي القشاح خرجوا داروا بيان ضدي، جلسوا مع السيد رئيس الحكومه واتفقوا، هادو كلهم اتفقوا معاهم وخرجوا داروا بيان ضدهم، هما كيتفقوا معنا وكيخرجوا كيديروا بيان ضدنا. ما هو المطلوب لنا كيف نتعامل؟ حيت شفت بانه اسمحوا لي بانه ما تمكنش نوصل مع هاد الناس لاي مسؤول على القطاع، عليك ان تبحث عن نقاط تلاقي على الاقل. عندنا نقاط اختلاف اكثر من التلاقي بين والسياسي وظيفته ان والسلطه التنفيذيه ان البحث عن نقاط السياسي تلاقي. لن يخضع الدوله لاي جهه كانت كيفما كانت. يريدون اخضاع الدوله، هذا تصريح خطير. طبعا تصريح خطير. من حتى يجي تيقول لك خصك دير لي في القانون أنا شنو بغيت. الدوله هي اللي كتشرع، الامور لا تتم، بلغهم واضح، قالوا انهم الدوله هي اللي تشرع، بحيث يجي يقول لي لا دير لي هذا الشيء ولا انا نرفض لك هذا الشيء. الدوله، ولكن الدوله بدستورها في 2011 منحت للمؤسسات المجتمع المدني، للنقابات، للهيئات دورا تشاركيا، مع احترام دور المؤسسات، مع احترام دور المؤسسات الرسميه، دور مؤسسه وزير العدل، دور مؤسسات البرلمان، والدور ديال المؤسسات ديال التشريع وديال السيد رئيس الحكومه. شنو هو يعطيناهم جلسوا حنا صراع مناصب، صراع كراسي، كرسي يمثله اذا يفرض نفوذ ما. دقيقه، كاين اختلاف في تصور لاداره مهنه المحاماه. احنا اعطيناهم حقوقهم كلها، ولكن نفس الوقت درنا العقاب ودرنا المتابعات ودرنا مجموعه النصوص. يجب ان تضبط مهنه المحاماه في اطار القانون، لا يمكن ان تنفلت مهنه المحاماه من النظام العام. قلت تصريح، هناك امور يجب ان تسير فيها الامور. قلت تصريح فيما يخص المحاماه ايضا انه هناك معهد متخصص مبني، البناء موجود الى غير ذلك. اي كاين موجود، وهناك كيدوز قانون المهنه غادي نفتحوه. من غير قانون المهنه هناك شروط اتقان اللغات الى غير ذلك، وفي نفس الوقت انه لا يعني الخريجين لن يتجاوزوا بين 150 الى 200 سنويا. غيكون التكوين بحال معهد القضاء، معهد القضاء ما يمكنش تجوز فيه 200 قدره على الاستيعاب، كذلك المحاماه ديال القدره على الاستيعاب. علاش السوق العمل لا تستوعب ربما عدد اكبر ام سألهم هما اللي كيعترضوا اننا نديروا امتحان المحاماه في 4000 واحد او 5000 واحد. درتي فيه 70,000. درنا فيه 70,000، عمرنا درنا فيه 70,000 امتحان المحاماه. اي ولكن شحال دازوا 2000. لا انا قلت عدد المشاركين. ايوا 2000 واحتجوا عليا لا اقل. ما اسمحوا لي راه ما كاين واحد. ثانيا انه المحامي بطريقه باش كان ما غادي يمكن يدير لعب الدور ديالو في المستقبل. نرجع لك المباراه. فتحنا على العالم، جوز الاستثمارات الدوليه كلها غادي تكون في المغرب، احنا غادي كاس العالم غادي الشركات الدوليه يحتاجوا محامين كيتكلموا الانجليزيه والفرنسيه الى اخره. اذا ما كان عندنا محامين من مستوى عالي ما غيمكن لهمش ينافسوا مكاتب المحاماه الدوليه اللي غادي يدخلوا المغرب. وما يمكن ليناش باش نكونوا واضحين، ما يمكن ليناش نمنعوا المكاتب الدوليه العالميه انها تدخل المغرب، لان احنا جزء من السوق الدوليه. شروط تهيئه المحامين اليوم وولوجهم الى هذا القطاع لا تساعد في تهيئه محامين اطلاقا، لا تساعد من جوده عاليه. لا تساعد، لا تساعد، لانه كيدوز اجازه كيجي يدوز امتحان كيمشي كيدير التمرين وكيمشي. لا حنا الان بغينا نسعوا اولا باش يكون عندنا محامي متخصص. نعم. يكون عنده تخصص في مجال الضرائب، تخصص في المجال المالي، تخصص في المجال الرياضه، تخصص بغينا نديروا تخصص. وثانيا بغينا باش تكون تكوين عالي باش يمكن لهم ينافسوا المكاتب العالميه اللي غادي تولي كتنافسهم قدام. علاش كتسربوا الوثائق التي تكون في اطار حوار مشترك؟ ماشي هو الجمعيه. لا الجمعيه هو لا علاقه له بالموضوع، ما توجهليش. لا يعني لا علاقه لي بالجمعيه، ولكن يعني عندي علاقه مباشره بالموضوع. السيد الوزير والزميل المحترم باقي ما وجهتش السؤال. يعني اليوم وكأني به استشف مما يقول بانه هناك غياب للثقه المشتركه بين الطرفين، والمحامون يقولون بان ابواب التواصل قد قطعت، ولعل يعني السي وهبي دخل في جدال وفي سجال وفي مواجهه مباشره مع المحامين، ولكن ايضا حتى من هم سيكونون محامين في المستقبل بامتحان المحاماه الشهير. وغير رجعوا ليه من مكانك كممارس للمهنه، كيف ترد خاصه على مستوى الاهليه الخاصه بالمحامين التي اليوم يعني السي الوزير على المباشر كيشكك فيها؟ انا شخصيا فاجئني الكلام ديال السيد الوزير في واحد الشق، ولكن الشق الاول انا كنت سمعته من قبل وشفته لما قال ان المحامون يريدون تطويع الدوله. هذا تصريح خطير اليوم كيصرح به، وفي الوقيته اللي كان المشكل ما بين المحاماه ماشي المحامون، المحاماه والسيد الوزير كان دار هذا السلوك ومشى في هذا الطريق ديال وضع مهنه المحاماه. ما تكلمش على السلوك، ما باحترام، هذا موقف. قول على المواقف المحامين ما توصفنيش بالسلوك ماشي السلوك. انا ما قلتش وصلت الجنايات، فقط تقول لي بغيتي. هذه المره الثانيه اللي كتقاطعوني، خديت وقتكم في الكلام. احترمني وقول لي بغيتي. تتكلم على السلوك وماشي السلوك، وكنطلب منكم تحترموا مهنه المحاماه. كنطلب منكم تحترموا مهنه المحاماه وتحترموني كمحاور ديالكم. ماشي تحدد شنو
طريقه الاحترام من عدم انتم ماشي راقب عليها السيد الوزير. ايوا ما تستعملش الكلمات اللي غادي تضر باش نستعمل شوف السيد الوزير لا هو طلب منك فقط تحديد المصطلحات، وتحديد المصطلحات امرها ومصطلحات محدده، لكن مصطلح هذا لا يعني انه ما كاينش احترام، الاحترام متبادل بين الجميع، والهدف هو نقاش هادف يعني لا اكثر ولا اقل. السيد الوزير عنده مقام محفوظ، لكن لما وزير العدل يقول ان مهنه محاماه في المملكه المغربيه تريد تطويع الدوله، هذا تصريح خطير جدا وغير مقبول ومردود عليه. وضحت الفكره. لا اسمح لي خصني ناكد، لانه المسلك هذا المسلك في الوقت اللي كانت الازمه مع المهنه، واعيدها الوزير مع المهنه ماشي غير مع المحامين. انا شخصيا سعيت الى فتح باب البرلمان لعدد من الجمعيات المهنيه لايصال رساله واحده، هي اننا على طرف النقيض مع السيد وزير العدل ومع السيد وزير الماليه بالنظر للتعاطي ديالهم مع الملفات التي لا تعني فقط المحامي، لان المحامي اليوم لما تيتكلموا على قانون المهنه ما تيتكلموش بمنطق الاحتكار وبغينا مهنه لينا على قياسنا، كيتكلموا لمصلحه المواطن والمرتفق والمتقاضي الذي سيحتاج الى هذه المهنه للولوج المتبصر والمستنير والناجع للسلطه القضائيه والتقاضي باش يوصل لحقه. جميل. كاين مشكله التواصل. السيد الوزير اليوم يقول مهنه تريد تطويع الدوله، وهذه المساله ما يمكنش نمرها. مهنه المحاماه مهنه اساسيه في البناء الديمقراطي في المغرب. جميل. وليس الانطلاق والمنطلق ربما هو مساله الضرائب وما تقدم به السيد الوزير. نكمل مازال. تفضل. راه تكلمنا على الامتحان، تكلمنا على امتحان المحاماه وتكلمتوا على السيد الوزير فيه، وقال باللي راه قالوا له ما بغاوش 4000 وما بغاوش. المشكل ما كيتطرحش بالمساله العدديه والمقاربه العدديه وافيكتيفمون بالشكل اللي بغى يمشي فيه السيد الوزير، وهذا هو اللي قلت انا مؤسف ومؤلم. هاد 4000 اللي دخلوا، واش اليوم كاين مكاتب اللي غادي يتمرنوا فيها؟ راه المحامي والمحاميه كيبداو المهنه ديالهم من تاريخ اداء اليمين داخل المكاتب، ينبغي ان يتمرنوا فيها ويتكونوا التكوين السليم حتى يكونوا منتجين اثناء ممارستهم لمهنتهم بشكل رسمي. اليوم المكاتب غير قادره على استيعاب هذا العدد. لما كنتكلموا على هذا كنتكلموا فعلا على النقطه اللي كيتكلم على السيد الوزير ديال التكوين، 4000 اللي نجحوا، 2000 اللي نجحوا. السيد الوزير اللي كيتكلم على المعاهد من قانون 1993 وحنا كنسيروا المعاهد، وملي غيجي المعهد اليوم الطاقه الاستيعابيه ديالو 150. هاد 4000 وهاد 2000 فين غادي يمشيو يتكونوا؟ غيقدر يستوعبهم هذا المعهد؟ غتكونهم الهيئات؟ فين غيمشيو يتكونوا السيد الوزير؟ عندنا 15000 محامي في المكتب، 15000 محامي في المغرب. نعم. هاد 15 ما خرجوش منهم 4000 مكتب يديروا فيها التبرير. غريبه. المساله الثانيه الاخرى، حيت نجي كنقول بان المحامين لم يؤدوا الضرائب، لان عندنا 9000 محامي من 15000 غير مسجلين في اداره الضرائب. ويخرجوا يديروا مظاهره. علاش قلتها؟ ماشي تطويع الدوله. المحامي هو اول واحد يخلص الضريبه، لان اول واحد يطبق القانون. العقود درنا عقود، بحيث دارت المساطير وتفتحت المتابعات على العقود لبيع اراضي الدوله بما فيه اراضي ديال السلاليات وكذا، باش خرق القانون، باش تطوع الدوله. دابا كاينه جوج الامور نتفاهموا فيها. 95% من المخالفات اللي كيديروا المحامين تنتهي، والشكايات تنتهي بعدم بالحفظ الضمني. علاش النقابه ما يديروش شغلاتهم؟ واللي دار واللي ما دار نعطيه البراءه وندير ليه القرار، واللي دار 95% تاع الشكايات الوكيل العام كيبقى يدابز باش يستلفهم. علاش المجالس ما تاخذ القرارات ديالها ونكونوا وتقوم المؤسسات بدورها؟ لذلك كاينه جوج الامور. اذا كانوا المحامين جزء من الدوله، وخاصها تكون جزء من الدوله، لان الدوله تفوض لهم عمل الدفاع عن الناس. اذا بناء عليه خص اول وحده تحرص على تطبيق القانون والتزاماتها، ودير الالتزامات ديالها. من حيث كدير المحامي الاضراب ولا كيقاطعوا، علاش كيقاطعوا الجلسه يديروا الاضراب؟ شكون اللي كيقاطعوا الجلسات والناس معتقلين وكتاخر الملفات لان الناس معتقلين؟ يديروا الناس يمشيو يرافعوا الناس اللي معتقلين، ما منعوهمش في الباب. من حيث جينا في كوفيد وقلنا بان القانون المنظم للكوفيد تيقول لك خصك تكون داير هذاك تكون عندك ورقه الدخول باش حمايه الموظفين والمتقاضين والقضاة، وهذا قانون. واش صحيح انه المحامين يديروا اضراب ضد تطبيق القانون، تطبيق الضريبه، قانون كوفيد؟ ايوا كيفاش؟ شهاده تطويع الدوله. واسمح لي انا غير الكلام اللي كتقول السيد الوزير راه ما صحيحش، لان ملي كتقول 95% ديال الشكايات اللي موجهه ضد المحامين كتالي بالحفظ، راه كنهضروا على 95% من الشكايات اللي كتعني 7% من هذيك 15000 محاميه ومحامي اللي قلتي. نسبه ضئيله جدا، ما يمكنش نردوها هي الموضوع. ثانيا المحامين ما خرجوش ضد تطبيق القانون، خرجوا ضد المقاربه ديالكم والتعاطي ديالكم مع المواضيع المهنيه، ومع عمرهم كانوا ضد الضريبه. اسمح لي نكمل السيد الوزير. الناس للمحكمه ودخلوا الناس للمحكمه، الله يهديك. اضطرينا باش نتفاوضوا مع كل ناقب على الحكام. راه التلفزيون كيعرف الناس عارفين الا سمحتي. وعلى كنقول اللي بغيتو نقول اللي بغيت. هذا الشيء السيد الوزير تاكد على انكم مخلون في فتح باب الحوار، لان غير هذه بضعه ايام كانت اللجنه الثلاثيه ديال نقيب الرباط ونقيب اكادير ونقيب خريبكان كانت خاصها تجتمع معكم